اندقلش الضحكة في نص الوش. جهزنا كنسنا فرشنا قعدنا فطرنا في أحلى بريش. ورا روك يا الكاشف ورطة الليل أنا ما سحرته. صدق من هسي فترته ما خاتي تشوفني فطرته. رمضان من نجي يا البلة نظمك وجدالك قلة والسيب أمورك خلة يا زول مع الأحكم يلا. قومك يا البلة هاجري لا يفوتنا عظيم الآجري والنوم كفك قوم بدري. دعوة ليلة القادري تسعدنا دوام الدهري. الحل ملانا عابري رمضان هدي جانا عابري. الحل ملانا رمضان هدي جانا. الحل ملانا رمضان ما جانا. الحل ملانا. هذه الحلقة برعاية زيوت بترومير أداء من القلب. بلاك دراغون أفضل ضمان. مصنع سفاري هوم نيكس. أوكاش لكل الناس. وهنا عندك الشاحن والسماعة والدبوس. والدبوس ده خاتنه لك تجد بين الفقر ولا شنو؟ السلام عليكم. مبلوغ التلفون يا البلة ان شاء الله تتهنى بيه وما يلحق قبله. التلفون ده ينحمل بلة زي السمسي والبطري كتير يومين وبموت. يلا انا مارك سلام. عشان كده جاي يلحقك يا البلة قبل ما تجيب اجله. دايلك تلسل لك جواب لدفع الله ود الفقي. شوف ده جواب شنو الكاشف؟ اسمها رسالة واسطاب. الجواب ده تمشي البريد والبرق معاك ظرف ودمغة غريق ورقة فلوس كاب. يا البلة يا اخي ما تعكل دمنا. انت فهمتني دايل شنو؟ اها بتدور نصية ولا صوتية؟ لا دي ولا دي. اها قمنا للتعليم خلاص. اها طيب دايرة شنو؟ دايلة رسالة عتاب ولو. يلا افتح لك صفحة جديدة. قول كلامك يا الكاشف وخارجنا وبطل امور المخزنجية دي. خلاص قلنا يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعد بسم الله والسلام عليكم من الكاشف وعوض الله الى ابن عمه المتلوي معاه دفع الله ود الفقي. اما قبل يا اخي لا قريت لا باريت اسمها اما بعد. لا يا البلة يا اخي انت ما فاهم. قبل اللوم في حاجات نكملها ونرجع لموضوعنا الرئيسي عشان نخش ناس لوم ساهي. والله شافني الليلة حايم في عمارة السلام كايس بي على تلفوني ده ما كذب. يا الاخو خش في الموضوع. لقد ولوني انك يوم مشيت لناس ابن النويش ودلب لك قلت لهم اشياء عني ما حبابه ولقد اتاني الشمال كله. لماذا هذا يا دفع الله وانا ما قصرت معاك في حاجة وانت تعلم ذلك ولغم ذلك عملت امولك المياه. ومنذ متى يا دفع الله انا اتدينت منك وعملت نايم؟ ما هذا الكلام الفالق يا لخو؟ انت يا كاشف كده دقيقة قبل ما تتم رسالتك دي الرسالة دي مرسلة لدفع الله ولا لقيصر الروم؟ لدفع الله يا البلة. سامح واصل. ونعتزل عن هذه المقاطعة بسبب تدخلات البلة ونرجع لموضوعنا. يا ابوي امي قالت لي اديني 500 جنيه عشان اشتري بيهم البصل وانا دايره 1000 جنيه عشان اجيب بيهم الحلاوه. اغلبي عن وجهي يا السله في هذه الساعه. ولو زدت كلمه تاني حيطبق فيك وعد البنات ويبيعك رغيق في كرين عكاظ. يا الكاشف بن عوض الله هيا بنا فلنرجع لساحه المعركه. دعني اخبرك يا دفع الله عن الكلام اللي قالوا لي ود النويش في عيلس الكلس. لقد قال لي انه انا يوم اتيتك سيلا على البوكسي شلت عفليتك وعملت نايم. منذ متى يا دفع الله ونحن بنجملك عفاليت الاخوان؟ وليني بس عليك الله. منذ متى؟ اديه منذ متى يا فتى؟ بتجي سمحه حلوه دخلها معاك. فوالله يا حبيبنا ما عارف اقول لك شنو. واخيرا وليس اولا يا دفع الله لماذا لم تجينا في رمضان هذا؟ كنا نحن كل رمضان بنجيكم. ما الذي حصل؟ خلاص نسيتوا اللحم؟ على العموم يا دفع الله لن اكتل معك الحديث ولاجنك في بلشنا العامل ده عشان نكمل ما تبقى من قصص بحكيها لك. مع تحيات ود عمك الزعلان منك شديد الكاشف بن عوض الله. ونشكر الباش كاتب البلة على كتابته هذه الرسالة. وسلم لي على عمتي بتول وخالتي شامة وحبوبتي ام اللضة وجميع العقاب. ودعتك الله دي لكن بيفهمها الكاشف.
يا كاشف دفع الله ده الليلة فجأة كده رسل لي رسالة بقول لي فيها الليلة جاي الخرطوم. يا زول ما لدلك بأي شيء تاني؟ لا لكن يا كاشف الزول ده ما يكون زعل بس بعد رسالتك اللي رسلتها عليه دي. لا لا يا أخي ما يكون زعل كمان يا أخي، ده عتاب محبين فقط لا أكثر. يا زول عتاب شنو؟ انت رسالتك دي لاسي معلقة بتلفوني. لا يا أخي كنت قاسم على شديد يعني؟ يا أخي كانت قاسية شديد وما بعيد إنه جيت دي عشان داير يقطع العلاقات. يا زول كده ما نسبق الأحداث، خلينا نكلمه مدام جاي ونحمل اللي علينا. يا العود يا ولد يا العود. يابا امشي قول لامك جهزي لنا فطول مظبط ومكلف كده، الليله ضفع الله ولد عمي جاي فاطل معانا. يا موي انت كل ما يجي ضيف بترسيني لامي اقول نفس الكلام، وامي بترجعني لك بتقول لك امشي السوق جيب حاجات، وانت بترجعني تاني بتقول لها خلاص اعمل الفي. يعني انت ده اتصل لشنو؟ يعني المرسال ده خساره بنزين ساهي، في النهايه ارجع بس الحاجه اللي بتمرق. يا اخواننا والله نحن الليله سعيدين سعاده شديده بحضور ولد عمنا ضفع الله لبريشنا المتواضع. ضفع الله ده طبعا يا اخواننا من اقبل تجار ب70 في الوطن العربي، ب70 ده بيزلعوا به هنا، ما بياخد معاه 3 يوم بيحصدوا وبيبيعوا ما شاء الله. شكرا كتر خيركم. انت كاشف يا اخي ما لقيت الا دعاتي والزول ده، يا اخي ده ما تزالوا اذا كان ظالم ولا مظلوم. كده خليك من ده يا البله، انت ما حسيبه زعلان ولا حاجه؟ لسه ما قادر احدي. نورتنا يا ضفع الله يا اخي، نحن اي زول بيجينا من جهه البله والكاشف ده بنكون مبسوطين به وسعيدين بحضوره. ان شاء الله يا اخي ما اخر جايه ليك وتجينا وتتواصل معانا تاني طوالي. شكرا يا اخينا، لكن شكلي ما حجيكم تاني. بعيدين شديدتو. تعرف يا دفع الله يعجبني فيك نظرتك المستقبلية وتركيزك على الزراعة، ما باريت أولاد عمك المهووسين بالحديد الذي يخدم الرأسمالية ولا يخدم موارد الدولة ولا يدعم السوق المحلي بأي صادر. طبعا يا نظرية بيعجبني فيك انك لازم تخلق لك مشاركة. دفع الله ده لو كان تاجر نمل كان اشتهيت لك قرصة. الزراعة لابد منها والله يا اخوي نظرية، ولازم اي زول فينا يزرع، ما إلا كشغل ازرع اي شيء ولو كلمة طيبة. هاي صح كلامك يا ضفع الله، الكلمة الطيبة حلوة وعادم الله تتخلط بحبة عتاب. يا اخي بدور ازالك يا ضفع الله. اتفضل. قريت الرسالة اللي رسلها لك الكاشف بتلفوني؟ لما قدرت اقرا، علمنا كلها غلط، لكن قريت اول سطر من الكاشف لضفع الله واخر سطر رمضان كريم، عرفت دي رسالة رمضانية. يا اخي البلة دايما محذبني بخط الشين ويملته الغلط. كنت طبعا انا كاتب لك رسالة بتكلم لك فيها عن كيف كانت وقفتك معاي وقبل شنو انت زول كالب وزول حالة. حبيبي والله يا الكاشف، لكن زي شفت لي كلمة عفريتة نص الكتابة، انت كنت قصدك بها شنو؟ ما هو البلة كان كاتبها بالانجليزي وكان كاتب لك تجي قبل نلفح الصواني، شكل المترجم قايلنا بنلفح الصواني بالعفريتة. كانت الحلقة برعاية زيوت بتروميد، أداء من القلب، بلاك دراغون، أفضل ضمان، مصنع سفاري، هوم نت، أوكاش لكل الناس.